السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت النشادر بطريقة حلوة جدا وسهل، ومكوناته موجودة في البيت. طبعا البسكوت النشادر بتاع زمان، اللي بتاع الصعيد والأرياف، بطريقة سهلة جدا. وتاني حاجة زي ما انتم سامعين الصوت كده، هش وخفيف ومفرغ ازاي، وبيدوب خالص في قلب كوباية الشاي او الحليب. النهاردة هنعمله مع بعض بطريقة حلوة جدا وبالمقادير. وقبل ما نبدأ الفيديو، لايك واشتراك في القناة، ونتوكل على بركة الله ونشوف الفيديو مع بعض. معانا هنا هو 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ومعانا هنا هو لكل بيضة كيس فانيليا. طبعا معانا هنا هو كوباية ونص سكر بودرة منخول ومطحون ومنخول. معانا كوباية سمنة، كوباية عصير برتقال أو حليب، ومعانا هنا هو كيلو دقيق، ومعلقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر. وهناخد هنا معلقة أو نص معلقة نشادر او الامونيا. نتوكل على بركة الله ونشوف الطريقة. اول حاجة معانا ان هو 5 بيضات، هنحط عليهم 5 اظرف فانيليا. لو ما عندكيش الفانيليا السايلة دي، حط حوالي الازازة الصغيرة دي، بتديها نكهة حلوة جدا. بس ما تكتريش الفانيليا سايلة عشان ما تمررش معاكي. لو انت حابة تعمليها بالبرتقال، في دلوقتي فانيليا بالبرتقال بتتباع، حطي كيسين بس. معانا هنا هو كوباية ونص سكر مطحون ومنخول. زي ما انتوا شايفين كده، هنزل بكوباية ونص السكر البودر. طبعا هنضرب كل ده مع بعض بالمضرب. ما عندكيش مضرب يعني اضربيه في الخلاط، ما عندكيش خلاط بايدك واعمليه زي ما كنا بنعمله زمان. زي ما انتوا شايفين هننزل هنا بكوباية السمنة. طبعا كوباية السمنة دي بدرجة حرارة المطبخ، او لو انت حابة تعملي ميكس بين الزيت والسمنة تمام. حابة تشيلي السمنة خالص وتعمليها بكوباية زيت زي الفل برضو. هو الطريقة بتاعته سهلة جدا وبأقل التكاليف. معانا هنا هو كوباية كيلو دقيق حطيناه بعد ما خلينا الخليط فتح وبقى خلاص ابيض كده. حطيت عليه كيلو دقيق، معلقة ممسوحة بيكنج باودر، رشة ملح، وكل ده هنقلبه مع بعضه. مع نيجي هنا هو لنص كوباية البرتقال، او لو حابة تبدلي تجيبي نص كوباية حليب دافي. البرتقال بيبقى عادي. هننزل عليهم كده بمعلقة ممسوحة او معلقة الا ربع ممسوحة نشادر. لو انت عاوزاه تحطيه مع الدقيق دلوقتي تمام، عاوزة تحطيه مع البيض والسكر تمام. بالنسبة لهنا في تركاية بسيطة، بالنسبة بعد ما تقلبي الخليط ده كله، ما تقلبهوش ما تعجنهوش، بس خلي الدقيق يشرب المادة السائلة كلها. هتلاقيه بيلزق معاكي في ايديكي، زوديه معلقة دقيق كمان. لسه لقيتيه بيلزق في ايدك برضه متشكلش، حطي له معلقة دقيق لغاية ما تلاقي القوام بتاعه بدأ يبقى العجينة في ايدك طرية وما بتلزقش، يعني في ايدك تصلحيه. معانا هو كيس حلواني، والبلبلة بتاعت بلح الشام. لو انت عندك القمع اللي هو بيتحط في المكنة يبقى حلو قوي. زي ما انتوا شايفين حطيته في الكيس الحلواني كده، وقعدت اشكله في قلب الصاج. زي ما انتوا شايفين نازل بكل سلاسة ازاي. لو انت حطيتيه في قلب الصاج، نصيحة مني، اعملي تجربة في بسكوتين ودخليها الفرن. لو لقيتيها الرسمة ممسوحة وفرشت، زوديها معلقتين دقيق كمان. طبعا انا هنا عملت تيست وهوريكم في الفيديو برضو طلع عامل ازاي. طبعا بعد ما خلصت الكميه، شكلها الكميه كلها بالشكل ده اهي. ولعت درجه حراره الفرن متوسطه، ولا عاليه ولا واطيه. حطيته على الرف الوسطاني بالشكل ده، شايفين ما فرش ازاي ولا اي حاجه. طبعا بعد ما خد اللون من تحت، رحت جايه مولعه الشوايه واقفه عليه عشان بيتلسع في ثانيه. طلعيه يبرد. هو كده كده لما بتسيبيه يبرد في الهواء بينشف على طول. طبعا زي ما انتوا شايفين الاتنين دول اللي عملتهم تيست الاول، لقيت الرسمه اتمسحت وفرش معايا بالشكل ده. جيت على العجينه زودتها معلقتين دقيق لغايه زي ما انتوا شايفين طلع بالقوام ده وبالشكل ده. طبعا كده كده البسكوته دي الرسمه ما بتبقاش ثابته، الرسمه بتتمسح على خفيف شويه. زي ما انتوا شايفين كده الرسمه بايه، بتروح شويه. وزي ما انتوا سامعين الصوت، مفرغ ازاي من جوه وهش وخفيف. وما شاء الله اللهم بارك، بيرمي كميه كبيره. يعني الكيلو الدقيق بيعمل لك من 2 كيلو بسكوت. زي ما انتوا شايفين كده، سامعين الصوت بتاع البسكوتيه عامل ازاي، بتقطم ازاي. دي الطريقه بتاعتي، يا رب تكون عجبتكم. وكل سنه وانتم طيبين بألف هنا على اللي هيعمله. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، في سهم تحت الفيديو، دوسي عليه هتلاقي المقادير موجودة. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.